مفيش ربح ابسط من اللي انت هتشوفه دلوقتي. اللعبه دي تاني لعبه انزلها لكم هنا على القناه. بص كده، انا هعرفك هي بتتلعب ازاي. انت حضرتك لما تفتح قدامك بالواجهه دي، هتدوس على كلمه ستارت اللي هي بالاورنج دي. واول حضرتك ما تيجي تدوس عليها المفروض ايه، بتبتدي بقى ايه، تدوس جامد كده على البوكس اللي واقف عليه الطائر بتاعك. ايوه، على قد ايه، على قد النطه بتاعتك. يعني لو دوست اكتر من كده ممكن يعدي الصندوق وتبقى وقعت، ممكن تبقى تدوسها خفيفه وايه، وي تلاقيه وقع قبل ما يوصل للنقطه اللي بعديها، وقع في النص كده، فكده تبقى خسرت برضه. اوريك بقى، بص كده، ده اللي انا اقصده، بص اهو. ما ينفعش. فانا يلا تعالى، انا هحاول معاك بقى في السليم، اعرفك انت بتعدي المستوى ازاي. تمام، بص حضرتك الدوسه كده، بص، تركز معايا في الدوسة، شايف على قد النط اللي بعديها صغيرة، يبقى ايه، هينزل حاجة بسيطة اهو. بص كده حضرتك، هو في 9 لازم اعديهم، وكل جيم بيكتب لك هنا ايه، كام صندوق بالظبط او كام خطوة. تمام، اهو، 8، 9. كده انا خلصت الجيم. هو هنا بقى بيقول لي تاخد 40 من العملة دي، هتشوف اعلان مش عايز تتخطى، فانا طبعا هتخطى هنا. فدي كده، هي كده اللعبة. يعني زي ما حضرتك كده شايف، مفيش اسهل من كده، ومش هتخنقك ومش يعني فاهم، مسلية خالص يعني. هندوس بقى على الفلوس بتاعتنا فوق هنا، المبلغ بتاعنا. هتلاقي هنا مكتوب لك ايه، الاوراق، أو بعد سحب الاوراق اهو، بيبقى كاتب لك هنا الاوراق النقدية المجمدة 3278 جنيه. تمام، وجنبها كلمة ذوبان. ذوبان دي يعني انت دلوقتي الفلوس المجمدة دي لما بيحصل لها ذوبان من كتر اللعب بتاعك، بتتحول منها اجزاء للعملة بتاعتك، اللي هي الخانة اللي تحتيها مكتوب ايه، الأوراق النقدية القابلة للسحب، كام؟ 112 جنيه. طيب هنيجي الخطوة اللي تحتيها، بيقول لك إيه، حدد المبلغ. وتحتيها كده في ملحوظة صغيرة، بيقول لك إن أنت يعني فيما معناه أهو، إن أنت توصل لمبلغ السحب من التلاتة اللي قدامك دول. خلاص هتسحب على طول بدون أي إيه، شروط ولا أي حاجة. اوصل للمبلغ اسحبه على طول. فأنا شايف مفيش أسهل من كده. يعني أنت ممكن تسيب الموبايل لابنك أو الكلام ده عادي. طرق السحب اللي قدامنا بقى في فودافون كاش، اتصالات كاش، اورنج كاش، في بيبال البنك الالكتروني كلنا عارفينه، بس يعني احنا هنا في مصر فهنتكلم على المحافظ اللي هي ايه، بتاعت تليفوناتنا، محافظ الكاش بتاعتنا. فهو ده كده اللعبة بكل بساطة. انا هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. خشوا كلكم حملوها دلوقتي وتسلوا بيها عادي. انا زي ما قلت لك ممكن تسيب ابنك يلعبها، ممكن انت تتسلى فيها شوية. الموضوع سهل زي ما انت شايف، مش ما فيهاش عواقب. يعني انت كل ما بتعدي مستويات، كل ما بتلاقي الفلوس اللي هي المجمدة في رصيدك في اللعبة ابتدى يحصل لها ذوبان. فانا شايف دلوقتي انا 112 انا كده. كنت عايز طبعا اقول لحضراتكم ان انتوا لو مهتمين بمجال الربح من الانترنت، فوجودكم معانا هنا طبعا يشرفنا ويسعدنا جدا. فمن النادر لما تلاقي قناة موثوق منها بالشكل ده.